دقيقه. احمد المرغني اللاعب الجميل الزملكاوي، لانه كان في خبر يهمه اكيد، فممكن يكون حابب يعدل الامر. يا احمد مساء الانوار. مساء الانوار، السلام عليكم. اهلا بيك يا احمد. معلش انا مش انا اسف ما بتفرجش على التلفزيون فمش عارف مين. اتفضل يا احمد، ده سلامك للضيوف. اتفضل يا احمد. انا بس انا في حاجه عايز اقولها بس قبل ما اعقب على كلام كابتن اسامه. انا عايز اقول كابتن اشرف قاسم انا لسه قافل معاه التليفون مفيش من 10 دقايق ربع ساعه. وكنت اتكلمت انا وهو معاه في موضوع الاستبعاد بتاع السفر ده واتفقنا ان انا مش هطلع اتكلم في الاعلام ولا هطلع اقول حاجه ويعني مش هتكلم اصلا في الموضوع ده. نعم اتفقنا على كده. بس بعد كده جالي تليفون بعدها مفيش 5 دقايق ان كابتن اسامه كان قاعد يعني معايا انا والراجل وحكى الكلام اللي هو حكاه يعني. نعم. بس انا عايز اقول حاجه واحده بس. اولا كابتن اسامه ما كانش موجود في القعده اصلا. انا اول ما دخلت الراجل الاوضه كان موجود كابتن ايمن طاهر وكابتن حماد انور بس. وبعد كده الراجل راح ناديه يعني وهو بس اللي اتكلمنا، ما كانش فيه بني ادم تاني موجود. اوكي. يعني مش يعني ممكن يكون قال له اللي حصل، يعني دي مش مشكله. انا هقول لحضرتك، ما انا جاي لحضرتك في الكلام. فقال لي انت مش محتاج، طبعا انت بتتكلم انجلش فمش محتاج مترجم، فانا اتكلم معاك دايركت. قلت له ماشي مفيش مشكله خالص يا كوتش. بس فقال لي قال لي معلش انا مش هختارك في السفريه دي معانا ومش عارف ايه، وزي ما انت شايف انا عامل فرقتين ومش هينفع اخد 3 لعيبه في مركز واحد معانا السفريه دي. اوكي. ما جابليش سيره بقى ان هم 24 او 25 ومحكومين بالعدد. نعم. هو قال لي ان هو مش هيقدر ياخد 3 لعيبه في مركز واحد ومعاه هو مسافر، ان هو عامل فرقتين بس. طيب. بس فجيت قلت له طب انا كده هقعد فتره كبيره ما بتمرنش. الفرقه كلها هتسافر وانا لوحدي اللي قاعد. فقال لي انت عارف طريقه شغلنا، انت ممكن تقعد تتمرن لوحدك. لوحدك خالص يعني؟ لوحدي خالص. يعني انا اللي همرن نفسي وانا اللي هتمرن. طيب هل انت انا لسه جاي لحضرتك في الكلام يعني لسه بس في يعني بقيه الموضوع. اتفضل يا احمد اتفضل. فقلت له بس يعني ده معناه ان انت كده مش محتاجني. قال لي لا ازاي ده يعني في دوري وفي 34 ماتش ومش عارف ايه ومحتاج اللعيبه كلها. قلت له بس حضرتك بدل مش ما خدتنيش معاك في معسكر الاعداد بتاع الدوري، المفروض ده معسكر اعداد الدوري. ازاي هلعب؟ فقلت له انت كده مش محتاجني. قال لي لا انا اصلا ما كنتش محتاج ان انا اقول لك الكلام ده، انت لعيب وانا مدرب، وبدام انت قال لي بالظبط كده بدام انت قفشت في الكلمه قوي انت ممكن تاخد شنطتك وتمشي. بالظبط باللفظ انا الكلمه دي يعني مترجمه بالحرف. اوكي. قال لي انت ممكن تاخد شنطتك وتمشي. قلت له اوكي، ورحت واخد بعضي وطالع من الاوضه ونزلت التمرين. الكلام ده كان قبل التمرين. هو ده كل اللي حصل. طيب انت بقى قعدت مع الكابتن شريف مشالي عشان يشوف لك عقد بره في الخليج يا احمد؟ يعني اظن حضرتك بعد اللي حصل معايا في موضوع السفريه ده وبعد الكلام ده فطبيعي ان انا يعني ماليش مكان. يعني انا شايف ان انا ماليش مكان. صوره هي من نجم الجماهير ليك انت والكابتن شريف مشالي بالفعل. طيب يعني وصلت مع الكابتن شريف لحاجه ولا لسه؟ لا لسه ما فيش يعني. يشوف لك عقد يعني. عموما يا احمد انت لعيب ممتاز سواء كنت في الزمالك او في اي نادي في الخليج. انت لعيب كوره ولعيب الكوره عازف ماهر بيلعب في اي حته، فنتمنى لك يا احمد كل توفيق. شكرا. اشكرك يا احمد، اشكرك شكرا جزيلا. الكوره لسه تبقى معانا طول الوقت معلش يعني.